بناء تجاري بعمق 16 مترا، مما سيسمح باستقبال كبريات السفن التجارية في ميناء الداخلة الأطلسي. هذه الأحواض الثلاثة سيربطها باليابسة جسر بحري بطول 1330 متر. يتكون هذا المشروع كذلك من منطقة لوجستية مينائية بمساحة 650 هكتار، تالي على بعد أقل من 7 كيلومترات منطقة الأنشطة الاقتصادية بمساحة 1000 هكتار. يهدف هذا المشروع إلى تزويد جهة الداخلة وادي الذهب بآلية لوجستية حديثة ومتطورة ستسمح بتقوية وتعزيز النسيج الاقتصادي المحلي بمختلف أنشطته كالفلاحة والسياحة والتعدين والطاقة والصيد البحري. حاليا نحن بصدد إنهاء مرحلة إعداد الورش. صار يتوفر على مرافق لصاحب الصفقة وصاحب المشروع، ويتوفر كذلك على أماكن لإيواء العمال وموظفي الشركات. هذا المشروع هذا الميناء خول بناؤه لشركتين وطنية مغربيتين، كما أن الدراسات والمختبرات تتكلف بها شركات مغربية. المرحلة التي بلغناها حاليا هي مرحلة بناء منشآت مؤقتة ستساعد في بناء الجسر البحري والحاجز البحري الرئيسي. ويندرج هذا المشروع الضخم الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2016 في إطار التعليمات السامية لجلالته التي أكد عليها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السنوية 45 للمسيرة الخضراء. وستساهم هذه البنية التحتية المينائية من مستوى عالي في مواكبة الدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية عموما وجهة الداخل وادي الذهب على وجه الخصوص في عدد من القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصيد البحري، بالنظر إلى أن لؤلؤة الجنوب تسخر بمؤهلات بحرية مهمة تمثل 65% من الثروات الوطنية القابلة للاستغلال. احنا حاليا كنتواجدوا في لا زون ديال بري فابريكاسيون. وبالنسبه لتقدم الاشغال فبعد الانتهاء من اشغال من لانستالاسيون ديال لا زون بريفا، يعني تم الشروع في تصنيع مجسمات الكوبي بود، يعني وعندنا احجام مختلفه. هذه المجسمات كتدخل في تكوين لا كاراباس ديال الحاجز المائي. دونك بالنسبه لهاد لي كوبي بود فهما لاول مره غادي تستعملوا في ان شونتي ماريتيم في المغرب، وقد يعني تبتوا ليفيكاسيتي ديالهم في مجموعه من لي شونتي على الاكستيريور. وفي نفس الوقت يعني حاليا كاين تصنيع ولا اشغال تصنيع لي زيليمون ديال البون ماريتيم، en particulier les poutres préfabriquées. ونقدروا نقولوا بلي تقدم الاشغال يعني يسير وفق الاجال والاجال المعتمده. وباحتضانه لمنطقة صناعية ولوجستيكية ومنطقة لتعزيز الرواج والتبادل التجاري وأخرى خاصة بتثمين أنشطة الصيد البحري، يتطلع ميناء الداخل الأطلسي إلى أن يشكل قطبا اقتصاديا قائما بذاته، إذ من المتوقع أن يستقبل الميناء سفنا تجارية كبرى وأخرى تخص بالصيد بأعالي البحار، مما سيعزز من مكانته كملتقى للخطوط الملاحية الدولية. ولهذا يرتقب أن يعمل هذا الورش الهيكلي المطل على الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة على النهوض بجهة الداخل وادي الذهب التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لا سيما في إطار منطقة التبادل الحر القاري. كما ينتظر أن يكون لهذه المنشأة المينائية
وقعا اجتماعيا مهما على مستوى مدينة الداخلة وباقي مناطق الجهة، خاصة في مجال دعم قطاع التشغيل عبر إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لمواكبة هذا النمو الاقتصادي المتنامي. وسيستفيد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من بنيات تحتية موازية تتمثل على الخصوص في الطريق السريع الذي سيربط بين تزنيت والداخلة ومنها إلى الحدود المغربية الموريتانية وباقي بلدان القارة الإفريقية في سياق دعم توجه المملكة نحو تثمين سبل التعاون جنوب جنوب. كتلاحظوا الاشغال المؤقته والانستالاسيون شونتي راهم سالاو. دونك حنا بدينا دابا بتو سكي ترافو ديفينيتيف. دونك لا فابريكاسيون دي بوتر بور لو بون ماريتيم il avance très bien. Aussi les cubipodes, donc c'est la première fois au Maroc qu'on utilise les cubipodes pour ce projet. Donc même l'avancement du projet, tout ce qui est préfabrication est bien avancé. وهذا الشيء كيدار من طرف l'ingénierie marocaine, l'encadrement marocain et tout ce qui est main d'œuvre qualifiée, donc qualifiée marocaine. كما سيستفيد هذا المشروع الهيكلي من أجواء التعبئة والانخراط والجاهزية التي أكد عليها ممثل عدد من المصالح الخارجية بالجهة، مواكبة منهم لهذه الدعامة اللوجستيكية التي تنضاف إلى باقي المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار يشكل مشروع الميناء الأطلسي الذي يأتي في سياق منظومة من المشاريع الرامية إلى تأهيل جهة الداخل وادي الذهب إضافة نوعية فيما يخص تطوير أنشطة الصيد البحري وتقوية المبادلات التجارية لا سيما مع البلدان الإفريقية. كما كتشوفوا بان الميناء حاليا وصلنا للاستعدادات ديال لي زانستالاسيون شونتي اللي هي كملات تقريبا، اللي كتمثل في الادارات الخاصه بصاحب المشروع والادارات ديال الشركات المختصه في البناء ديال المشروع. وكذلك كاين تهيئات اخرى اللي هي كنسميوها اوراش اللي هي مؤقته اللي كتساهم في بناء المشروع. حاليا الاستعدادات كما كتشوفوا كنوجدوا المساحات اللازمه اللي غادي يبدا فيها المشروع ديال القنطره البحريه، وكذلك بعض الموانئ الصغيره اللي هي مؤقته اللي ان شاء الله غادي تساهم في بناء المشروع ديال الداخله. هذه المجموعات اللي هي كتساعد صاحب المشروع هي مجموعات مغربيه محضه، يعني معتمدين على كفاءات مغربيه. وسيتم بالموازاة مع تشييد الميناء إطلاق أشغال تهيئة 3 مكونات أساسية في البنيات الاقتصادية. سيختص المكون الأول في تثمين موارد الصيد البحري، والثاني في إنشاء منطقة للتسريع الصناعي، فيما يهم المكون الثالث الأنشطة اللوجستية. كما سيحتضن ميناء الداخلة الأطلسي جزءا خاصا بأنشطة صناعة وإصلاح السفن، بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة في صيانة هذه السفن والحفاظ عليها. وتم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على الساحل الأطلسي لجهة الداخل وادي الذهب وفقا للمكونات الثلاثة التالية: ميناء تجاري على عمق 16 مترا، وميناء مخصصا للصيد الساحلي وفي أعالي البحار، وميناء مخصصا لصناعة السفن. كما سيتم إنشاء هذه المنشأة المينائية بالقرب من منطقة اقتصادية تقدر مساحتها ب 1650 هكتارا لغرض تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.